أكبر فنصرنا الله. وإذا ما ولد المولود أذنا في أذنه اليمنى وقلنا الله أكبر. وإذا ما قبرنا موتانا قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله والله أكبر. وإذا ما ذبحنا أضاحينا قلنا بسم الله والله أكبر. الله أكبر من الشرق والغرب، الله أكبر ممن طغى وتكبر، الله أكبر ممن طغى وتجبر. الله أكبر معناها أن أي كبير فمن الذي أكبر منه؟ الله سبحانه وتعالى رب القوى والقدر. الله أكبر ما مرت الأيام وجاء العيد. جاء العيد ليرسم على الشفاه بسمة، وليمسح عن الأجفان دمعة، وليداوي جرحا مكلوما في قلب مهموم حزين. أخرج الطبراني في معجمه من حديث محمد بن مسلمة الأنصاري عن أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له، أي أقبلوا على الله لعله أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. وها هي نفحات الله تترى تتنزل على عباده. وشاءت إرادة الله عز وجل أن يربط أعيادنا بعبادة من العبادات. ففي عيد الفطر يأتي بعد أن صلينا وصمنا وقمنا لله الواحد القهار. وفي عيد الأضحى يأتي بعد أن وقف المسلمون على صعيد عرفات ينادون هناك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والشر ليس إليك. فيباهي الله عز وجل بالحجيج ملائكته يقول: انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي متعرضين لحرارة الشمس. ماذا يريد هؤلاء؟ قالوا: يا ربنا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وإذا ما أفاض الحجيج من عرفات إلى مزدلفة نادى مناد من قبل الله وقال: أيها الحاج، قد غفر الله لك ذنبك، فاستأنف مع الله عملا جديدا. نعم، ربط الله شعائرنا وأعيادنا بعبادة من العبادات. ولما قدم النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة وجدهم يلعبون في يومين لهما، فقال: ما هذا؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذا أعيادنا متعلقة بشرع الله تبارك وتعالى. قرأت عن بعض الديانات أنه إذا جاءت الأعياد استحلوا المحرمات، فعلوا كل الفواحش، إلا أن المسلم ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى منتهي عن نهي، فليس عبدا للكاس ولا للطاس ولا لليالي السوداء ولا لليالي الحمراء، إنما هو عبد لله تبارك وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المسلمون، عودنا الله تبارك وتعالى في عيد الأضحى أن نذكر الخليل إبراهيم
وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وتسليماته. فاليوم هو يوم الفداء، نذكر إبراهيم عليه السلام الذي مدحه الله بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مدحه الله بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. مدحه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى. نعم، وفى لله عز وجل، وهو درس لنا أن نوفي كما وفى الخليل عليه السلام. إبراهيم وفى ببناء بيت عظيم لله تبارك وتعالى وهو الكعبة المشرفة. وفى بأن ألقي في النار وجاءه جبريل وقال ألك في حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما له فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. فكان عند حسن ظن الله تبارك وتعالى به. وفى عندما ابتلاه الله واختبره برؤيا رآها أنه يذبح ولده الوحيد الذي رزق به بعد عمر مديد وبعد سنوات طويلة، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كاد الحليم أن يكون نبيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي صار شابا يافعا، بلغ 12 من عمره، ابنه الوحيد بعد عمر مديد. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا بني، يقول علماء اللغة العربية هذا أسلوب تصغير، يا بني، تصغير اسم بني، والتصغير للرحمة، وحاشا أن يكون للتحقير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما كان جواب الابن؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جاء بتاء التعظيم وتاء التوقير وتاء الاحترام. وأنا أنادي على كل ولد وعلى كل ابن من الأبناء أن يتعلم من إسماعيل عليه السلام كيف يوقر أباه وأمه، كيف يقدرهما، وألا يفضل زوجته على أمه. وفيما أخرجه ابن ماجة في سننه أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على الولد؟ يا رسول الله ما حق الوالدين على الولد؟ فقال عليه الصلاة والسلام هما جنتك وهما نار، هما جنتك وهما نار، بابك للجنة ببرهما وبابك للنار بعصيانهما. فتأمل جيدا وخذ هذا الدرس عظة لك في حياتك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكما همست في أذن الابن أهمس في أذن الأب وأقول إن ابنك لن يبرك ولن يكون ولدا صالحا إلا إذا ربيته على الإسلام. فكان الإسلام في خلجاته وفي عروق وفي دم إسماعيل عليه السلام. ولذا أجاب والده يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل ستجدني شجاعا من الشجعان ولا قويا من الأقوياء، ولكن علق ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يأتي الشيطان لإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم ما رأيته هو رؤيا ووحي من الشيطان. فرجمه عند جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات. فكانت سنة لنا في الحج أن يرمي الجمرات.
ثم جاء الشيطان لإسماعيل: يا إسماعيل، إن أباك يزعم أنه رأى رؤيا يريد فيها أن يذبحك. قال: ولماذا؟ قال: رأى رؤيا يزعم أنها من الله. قال: يا هذا، إذا كان أبي يريد أن يذبحني من تلقاء نفسه فلست أحن علي من أبي، وإن كان أبي يريد أن يذبحني تنفيذا لأمر الله فأنا وأبي فداء لأمر الله تبارك وتعالى. وهنا ينصح الولد والده: يا أبتي، كبني على وجهي واذبحني من قفاي، لئلا تقع عيني في عينك فتأخذك الشفقة علي فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. يا أبتي، احكم وثاقي جيدا لئلا أتحرك أثناء الذبح. يا أبتي، ارفع ثيابك عني لئلا تراها أمي فتحزن. يا أبتي، إذا رجعت إلى أمي فأقرئها مني السلام. وهنا يستسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله تبارك وتعالى. فلما أسلما، تأمل هذا جيدا، يأتي الله عز وجل بألف التثنية: أسلم كل من إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، أسلم لله عز وجل. فهل أنت أسلمت لله عز وجل أم سخطت عن الله تبارك وتعالى؟ رأيت بعض المرضى يعترض على قضاء الله ويقول: يا ربي، هو ما فيش لنا تبتليني بهذا الابتلاء، وهو رحمة من الله عز وجل. وفي الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله وعم نواله أنه قال: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا أحب أن أرحمه. ماذا تفعل فيه يا ربي؟ قال: حتى أوفيه بكل سيئة عملها سقما في جسده، أو إقدارا في رزقه، أو تضييقا في عيشه، أو مصيبة في أهله وماله، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، حتى كاد العبد أن يموت من شدة البلايا والمصائب، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر. يقول الله تبارك وتعالى: فإن بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله له خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، مع إبراهيم وإسماعيل والله عز وجل يقول: فلما أسلما. ولو لم ينفذ إبراهيم أمر الله تبارك وتعالى بذبح إسماعيل لتعبدنا الله بذبح أبنائنا في عيد الأضحى. أسلم كل من إبراهيم وإسماعيل، وها هي الدنيا بأسرها تتجاوب مع إسماعيل عليه السلام. يذبح إسماعيل، يضج الملأ الأعلى لله تبارك وتعالى أن ينقذ إسماعيل عليه السلام. طالما أن الإنسان سلم، طالما أن قلبه ليس فيه غير الله تبارك وتعالى، كما قال الله لموسى: يا موسى، ابن لي بيتا في الأرض. قال: يا ربي، وكيف أبني لك بيتا وأنت رب العالمين؟ قال: يا موسى، ابن لي قلبك. القلب هو محط نظر الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا يبدأ إبراهيم بالذبح. يقول ابن عباس: فجعل الله قطعة نحاس تحت السكين لا تخدش شيئا من إسماعيل عليه السلام. يذبح إبراهيم والسكين لا تذبح، وكأنها تقول: الخليل يريدني أن أذبح، والجليل يريدني ألا أذبح. وهنا ينزل جبريل عليه السلام
يشق السبع الطباق، يشق السبع الطباق بفداء إسماعيل عليه السلام، يسوق قبشا أمامه. يقول تعالى: فلما أسلم وتله للجبين نجح في الامتحان وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. دروس نتعلمها، دروس نستفيد منها في عيدنا المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي القدير لي ولكم، ونتوب إلى الله جميعا، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن سألتموني عن هديه قلت لكم كان قرآنا كريما، وإن سألتموني عن جوده قلت لكم كان جوادا كريما، وإن سألتموني عن خلقه قلت لكم كان خلقا عظيما، وإن سألتموني فماذا نقول أقول لكم صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. وصيتي إليكم أيها الإخوة أن يصافح بعضنا بعضا بعد انتهاء الصلاة، وأن يقول: تقبل الله منا ومنكم. وفي هذا اليوم إياك أن تكون من قاطع الرحم. صل أباك وأمك، أخاك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، إخوانك من المسلمين والمسلمات، وكن أنت الأتقى، كن أنت الأعبد لله عز وجل. فيما أخرجه أبو عبد الله البخاري أن الرحم تعلقت بإزار الرحمن، فقال الله لها: مه اسكتي اسكتي. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: لقد شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن، ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ نعم، واصل الرحم موصول من الله عز وجل، وقاطع الرحم مقطوع من الله تبارك وتعالى. واعفوا عن الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نصيحتي إليكم أيها الإخوة أن ترجعوا من طريق غير الذي جئتم منه ليشهد لنا عند الله تبارك وتعالى. نصيحتي إليكم أيها الإخوة أن تغنوا الفقراء والمساكين من أضاحيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. من العادة أن يأتي الفقير إلى الغني، ولكن لنحافظ على ماء وجهي ولنربط على كتفي فيذهب الغني إلى الفقير يغنيه عن السؤال في هذا اليوم. ويبدأ وقت الأضحية من بعد خطبة العيد إلى مغرب أيام التشريق الثلاث. من ذبح قبل مغرب يوم الأحد القادم فقد أصاب السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر الله لك، وإنها تقع بمكان من الله قبل أن تقع على الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويستمر التكبير إلى عصر أيام التشريق الثلاث، أي إلى عصر يوم الأحد القادم. نعم، نفرح بفرح الله تبارك وتعالى، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي أفرح قلوبنا، الحمد لله
أجسادنا، ولكن نذكر إخواننا المجاهدين، نذكر إخواننا المستضعفين في البسنة والهرسك، نذكر إخواننا المجاهدين حول الأقصى الشريف. لا تنسوا هؤلاء في دعائكم، حتى إذا ما سألكم الله تبارك وتعالى وجدتم للسؤال إجابة. ماذا أقول لربي حين يسألني عن الشريعة لم نحمي معاليها؟ ومن يجيب إذا قال الرسول أذهبتم سنتي والله محييها. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونحن الآن بين يديك أن تحرر الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد، واكتب اللهم لنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن عاونهم، وانصر المجاهدين في كل مكان، واجعله عيدا مباركا على مصرنا وعلى أمتنا العربية والإسلامية، واجعل أهل مصر في ضمانك وأمانك وإحسانك إلى يوم القيامة. اللهم احفظ عوراتنا وآمن روعاتنا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أموالنا، آمنا في أهلينا، واحرسنا وأولادنا وأموالنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك الذي لا يضام. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا غزايا ولا مبدلين ولا محرفين. وتقبل من الحجيج حجهم، واغفر ذنبهم، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم خذ بأيدي المرضى إليك أخذ الكرام عليك. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا أحد يا صمد يا الله. اللهم داوي مرضانا بدوائك واشفيهم بشفائك، واغنهم بفضلك عمن سواك. انزل على مرضانا بركات ورحمات من عندك، انزل عليهم طهورا من عندك، انزل عليهم دواء من عندك، واجعل ما نزل بهم رحمة لهم يا أكرم الأكرمين، وعجل لهم بالشفاء يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا خاصة ومرضى المسلمين عامة، وارحم موتانا خاصة وموتى المسلمين عامة. ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهما حيا فأعطيه الصحة والعافية والبركة في العمر والرزق، ومن كان منهما عندك فأنزل عليه الساعة سكائب رحمتك، ومن كان منهما عندك فأنزل عليه الساعة سكائب رحمتك، واجعله ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، واجزيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله